عمري ما توقعت ان ممكن اجي لدكتور نفسي، لغايه ما حسيت ان في مشكله. انا بقيت بتضايق من ريحه العرق اللي بشمها على جسمي، وجربت حاجات كتير بس مفيش حاجه جابت نتيجه. ايوه يا جماعه، ما انا رستبت الراوتر 3 مرات لغايه دلوقتي. وبدات اتاكد ان عندي فوبيا لما بقيت بتضايق من ريحه الناس اللي حواليا كلهم، فقررت ان انا هقعد في البيت ومش هنزل تاني، يا ابني يا حبيبي، انا طالبه زردة يا بابا، زردة. لغايه ما صديق ليا نصحني اني اشوف دكتور نفسي. قولي ايه اكتر وقت حسيت بالفوبيا فيه؟ الفوبيا بدات معايا اول ما بدات اركز في ريحه كل اللي حواليا يا دكتور، وانا في المواصلات وسط الزحمه بحس ان انا متوتر، بحس بخنقه مش طبيعيه يا دكتور. حتى وانا في الشغل اول ما بشوف العملاء بحس اني مش واثق في نفسي. حتى وانا في الجيم يا دكتور بحس ان الناس كلها بتبصلي ومستغرباني، وانا كمان بكون قرفان منهم ومن نفسي. انا عندي الحل. ايه الحل يا دكتور ارجوك؟ جنة العود. دي مسعود؟ ايه مسعود ايه؟ جنة العود. تخيل معايا كده، لو انت حطيت من جنة العود وكل الناس اللي حواليك حطوا من جنة العود، مشاكلك كلها هتتحل. تفتكر الحياة هتبقى عاملة ازاي؟ ازاي يا دكتور؟ مع جنة العود السعر محدود وثقة ملهاش حدود.